طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ما تقرب علينا، ما دخلك فينا. ما بصير، انت ما دخلك فينا، نحن ما قسمنا عليك، انت علي عم تستهتروا بوقتنا، مش قسمنا عليك. ما بصير يا اخي انا مبسوط. انا انبهرت. لا جايونا وضيعونا وقتنا. فاهم شو المغزى؟ لحظة كل هيدا بده يقول لنا شيء. لحظة إذا بتريدوا. الله يسعدك. أنا ما جيت أضيع وقت أحد، أنا بس حبيت أذكركم بالقرآن الكريم الذي نسيتموه، الذي تبحث عنه أنت وضياع الوقت الحقيقي. أنا عارف أنك تبحث عن الأغاني الذي ما فيش منها فائدة أو الأشياء التافهة، ومن ثم تسميها مواهب، رغم أن المواهب والمسابقات الحقيقية هي التي تخصنا كمسلمين، هي تلاوة القرآن الكريم، والتسابق في حفظ كتاب الله، والتغني بالدين الإسلامي، واختراعات وصناعات وأشياء عديدة من المواهب، وهي التي تسمى مواهب وتستحق أن نقول عنها مواهب. هذا صح وما؟ نعم. لكن أنتم اتجهتم لطريق ليس طريقكم، ونهج ليس نهجكم، وهو تقليد الأجانب في كل برامجهم وحركاتهم وصولاتهم وجولاتهم، واتجهتم في طريق الذين يبحثون عن السعادة في الدنيا فقط، لأنهم لا يعلمون أن السعادة الحقيقية هي في الآخرة، وهي سعادة الفوز بالجنة، وما أعظم الجنة. وكل ما يحتاج الجميع في هذه الدنيا هو موجود في هذا القرآن الكريم الذي أنزل على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته، وهذه هي السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله إننا على قيد الحياة الآن، والمجال مفتوح، وترك المعاصي ممكن، وأبواب التوبة مفتوحة. وكلامي هذا ليس لك أنت فقط، بل كلامي هذا للجميع. أسأل من الله الهداية للجميع، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. شكرا لكم. ما عنديش احساس او فعل نفسي اعمله غير اني انا ابوس راسك والله على هذا الاحساس والعمل اللي انت عامله. اثرت فيا ووجعت قلبي. إذا نحن نشكرك إنك جيت على البرنامج، أنا انبسطت فيه. أحمد. نعم. وأنا نعم. علي. وأنا نعم طبعا. الله.